تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الجزاء. ثم العلم إما تصور وإما تصديق. علم دونه يان تصور يان تصديق. يعني بمنطقة دجي تصورات هنا كلية 5 سنة وتصديقات هنا قضايا. وش هي؟ أبي هروي دري. أبي جل ذراب قرن. فالتصور هو إدراك الماهية من غير أن تحكم عليها بنفي أو إثبات. يشتاندنا فهم كرنا حقيقة بك تحكم كل سري يا أريانا. مثلا كقولك الإنسان وتكتبوا الإنسان يعني الإنسان هي تنا باشا خرابة فلانة تشكي بسا حكمنا كما تصور صادجة إنسان هبونا ويجينا أما تصور إنسان فإنك تفهم أولا معناه بحيوان الناطقة معناه شيء فهمتك ثم تحكم عليه إما بالثبوت حكم كل سري وإما بالانتفاع يا حكم كل سري جاوي قابي بتصديق حكم كل سري بالثبوت يا إثبات بتصديق تصوراوي düşüncaوي حكم كل اجي örnek بدم örnek abiye hoştur بدم ايش دور و رش giderti رش وش تو بتصور دكي تدبي نظام ابيا انسانه حيوانه لا باش او يا ابو حكم صاد جد düşüncaوي شكل كجويد الطي ايه تمام تو يا وات تبيني يا جسمك يدبيني شتي كنت تي دنيري ولا وايد شيء لك حكم دكي سري تصديق دكي اب شيء لك إدراك الماهية إذا حقته وياك إنسان حيوان ناطق من غير أن تحكم عليه بنفي أو إثبات نفي نابوني يا بإيبوني كقولك الإنسان إنسان تدبش فإنك تفهم أولا معناه حيوان ناطق ثم تحكم عليه إما بالثبوت وإما بالانتفاع باش حكم ذكي لسري تبي والله يا مرفكي عالمة ويا مرفكي جاهل يا جينا عالم فذلك الفهم السابق أو فهم أول إنسان صادج إنسانية أبي هو التصور والتصديق هو أن تحكم عليه بالنفي والإثبات يعني تحكم كل سري يا عالمة ويا نعالمة ويا فلانة إذا سمى العلم إما تصور وإما تصديق تشمع دونه لأنه إن كان إدراكا للنسبة التامة الخبرية إذعانا أجا إدراكا جبون نسبته تامة به نسبته مثلا غلام زيد أفجي نسبتك إيه دري علي نسبتك إيه أما نسبتنا تامة وش هي؟ إن كان إدراكا للنسبة التامة الخبرية نسبة خبرية مثلا وفلان كسر فلان قدري فلان إشي كريه مثلا إدراكا لنسبة التامة الخبرية إذعانا يعني إذعانا وقبول لكي فتصديق فإن كان جازما أي قاطعا للمقابل وثابتا أي لا يزول بتشكيك المشكك ومطابقا للواقع فيقين او تصديقها هنا يتمك تشتي انا تصديقها دبان مخالفه واقعي به ودبان مطابقه واقعي بكون مطابقه واقعي بيقين مطابقا للواقع يقينا وهنا تقسيمان برا دبدا دو تقسيمان او لعلم تصور وتصديق وجيبه وما بيك هذا الاول التقسيم الاول أن كل واحد من التصور والتصديق قد يكون بديهيا وقد يكون كسبيا
والله كسيت اشتكي هو تفصيلاتي من نديه. أظن التصورات والتصديقات كتاب كي بخوها ياو. إيه بلا. تصورات تصديقات هنا اما ابيا هو خشك يعني نديه. ما ناخذني تصديق لا هذا أن كل واحد من التصور والتصديق قد يكون بديهيا وقد يكون كسبيا. تمام. تصور بديهي، تصور تصديق بديهي، تصور كسبي، تصديق كسبي. تمام. فالتصورات البديهية تصورات بديهية مثل تصورنا لمعنى الحرارة والبرودة. تمام. وكيف كان بشنجا معنى جنبوني جمدان دنبك. والتصورات الكسبية مثل تصورنا لمعنى الملكي والجني. أم تصور ملائكة وجنابك. هي كسبية هي زوزو ناي فعمل زعمتها بله. يعني كشيء كسبية. تمام. والتصديقات البديهية كقولنا النفي والإثبات لا يجتمعان. هم إيه هم نانابة يا إيه يا ناي. هي بديهية. ولا يرتفعان هم ناي وهم إيه أو جناب. والتصديقات الكسبية كقولنا الإله واحد. يمدنك بعالمه هي وهي هي يمدنك خالقه وهي. يعني أبياجي. خالقه وهي كه. أبياجي بكسبية أبياجي. طبي كسبية. يعني إله واحدك واختار لو كان فيما آلية غير الله لفسدتا. نعم هاتشتي يعني هاتشتي توحيد الدنيشان ده. ماله. دبيكي وكي أستاذ بدو الزمان رحمه الله أبي عالم هذا الذرة حتى كرة بازيد كد مخلوق مخالقي منه. والعالم محدث. والتقسيم الثاني هذا التقسيم الأول أن كل واحد من التصورات قد يكون بديهيا وقد يكون كسبيا. هي تقسيمات الدية. التصديق إما أن يكون مع الجزم أو لا مع الجزم. تصديق تبي أو هاي قطعي تدا إلا أو هاي وجاتت ولد أو تخمينا بلكي أو هاي أو مع الجزم وما لا مع الجزم. أما القسم الأول يكون مع الجزمية فهو على أقسام كقسمية يعني. أحدها التصديق الجازم الذي لا يكون مطابقا. تبي أدياء أو هاي أو أكيد واقعي دانين. نوصي وكي مثلا أوان إنسان يكوش بوتكارا بوتكارا إبادة بتاع ياكي وسوسه جرات شيء بدري والله مش بشتم دري على باخو نقدر تشد نيره وقرتيه. أنا ويا تصديق هذه اعتقادات باطلة. يعني باطلة يعني التصديق إما أن يكون مع الجزم ولا مع الجزم. أما القسم الأول يكون مع الجزم فهو على أقسام. التصديق الجازم الذي لا يكون مطابق واقعينينه. تصديق بوتات كتب حقا أو بودكاست كتب حقا وجمالة طاب مش تكون سريع وخار تكونوا بلند تكونوا فلان تكون بفلان أمان تشتكى باطل أنت. وهو الجهل. هذا هي الجهالة. يعني باطل حق بزنبه جهل. جهالتي بيتني. والثاني التصديق الجازم المطابق لمحض التقليدي. صاد جاء من الشافعية وقلت وأمجي وكويد بيت باشقى تقليدي. وهو كاعتقاد المقلد. والثالث التصديق الجازم المستفاد من إحدى الحواس الخمس كعلمنا أتى كعلمنا كعملنا. كعملنا أما كعلمنا قشترينا من كعلمنا ينشأ كعلمنا بإحراق النار وإشراق الشمس. وكيوا أم دزانن ولا روش آجر أو ديك شوتينا بحواس خمسة أم علمية شدمن أو صنع عمل شدمن جرمون دبكو عمل بجين جرمون جرمون بدا مرن طاف بدا مرن عمل جي
او يا زانبون شد بها زانبونه ما بس حواشي خمسة في علم شد إباري ما بس الحين من ما نقول في علم شد يعني ويشتق الرابع التصديق الجازم المستفاد ببداهة العقل من أو تصديق قطعية كش مستفادش بديهية عقله يعني أتكون عقل بدي أتك عقل كقولنا النفي والإثبات لا يجتمعان من يعني هم إيه هم نا بهبرا إيه ونا بهبرا لا نا يجتمعان ولا يرتفعان من هذه بهبرا نا من لا التصديق الجازم المستفاد من الدليل من الرابع التصديق الجازم المستفاد ببداهة العقل تمام لا التصديق الجازم المستفاد من الدليل التصديق قطعية مستفاد الجليل دي دليلية أو يعني كا أو يعني كا شيء يا شو ما بيها والي التصديق الجازم المستفاد ببراءة العقل أبيا قطعية أما التصديق الجازم المستفاد من الدليل المستفاد الدليل بلكي قطعيين يعني بلكي قطعيين ما تمكي دليل أقطع فهم دليل جي بلكي سالم من بعد تشتكي دليل بفهم كرنجي بلكي نسالم ما نابا قطعي يعني. وأما القسم الثاني أبيا تصور بو أما القسم الثاني أبيا تصديق يقيني بو أما القسم الثاني هو التصديق العاري عن الجزم يعني قطعيته تمام فالراجع هو الظن يعني يكون راجح بالظن يقول والمرجوع هو الوهم والمساوي هو الشك ما بيبرز ظن مش خوش يعني من يقول ظن رجل ظن راجحه ووهم شيء ظن مرجوحه والشك مساويه تمام خوش ما بيبرز يقول وأما القسم الثاني هو التصديق العاري عن الجزم بيعتبر كله أو جازما غير السابق عقب متنين وكل متنين منين مقو لأنه ثم العلم إما تصور وإما تصديق فإن كان جازما منين فإن كان جازما أي قاطعا للمقابل وثابتا لا يزول بتشكيك الشك ومطابقا للواقع فيقينا إجا وإن كان لأنه إما تصور وإما تصديق لأنه إن كان إدراكا للنسبة التامة الخبرية إذعانا فتصديق سيدا فإن كان جازما قاطعا للمقابل وثابتا أي لا يدل بتشكيك المشكك ومطابقا للواقع فيقين أو جازما ثابتا غير مطابق لقضية الحق له فالجهل مركب لنقيضه لقضية الحق لا أو جازما ثابتا غير مطابق لقضية الحق أو جازما ثابتا غير مطابق طابقي واقعين كما لنقيض الحق لنقيض الحق يا من حق نقيض يا دقيقي أزمتني تجبنر دبا يمتنا الحوضة المتن تجبنر فجهل المركبنا أو جازما ثابتا غير مطابق ثم لنقيضه الحق له فجهل مركب يعني أبي أجي خزانات بينا جهل مركبة والنمطابق واقعي حق نقيضي وياه حق نقيضي أو يا جازم أدبي إلا أو لازم ثابتا
ثاني إلا أبيك شيء أو هاي أما أبتش الحقيقة دا وصانين شما لنقيض الحق شو بترسى حقيقة فجال المركب نعم لنقيده الحق له لنقيضه يعني لنقيض الحق له لنقي هاجم والله لنقيض الحق له لنقيض الحق يعني مسألة تعمله بلدنا يعني حق نقيدي وياه وأمية إصرار ذكاء قطعي في وكان منها لنقيضه مطابقه غير مطابق لنقيضه والله عبارة نخوشة جدبي شدبي فجال مركبا أي صورة علمية لا مطابقة للواقع متضمنة إلى الجهل بعدم مطابقتها له فجال مركبا صورتك علمية أما لا مطابقة بنا واقعها ودخول الجهالات ذكرى شما جبلكو أمياء لا مطابقة بنا واقعها عدم مطابقته فتسميتها الجهلان مجاز شما لأن ذلك الإذعان لما كان غير مطابق للواقع كان كالجهل يقصى أمياء نكو بالنظاني ويتشليتكا بظاني ويتشليتكا ملين وكالجهل في عدم الإفادة جهالة شاف فايدة نادي أو فايدة نادي فايدة نادي أما الجهل المأخوذ معه الجهل بيا تيجتني في حقيقتنا بيا راست نزانية جهالتي أخذ كرن أما الجهل المأخوذ معه أو جهل تأخذ كرن بقل نزانية بيا راست يا راست كما لأنه بمعنى عدم العلم لكونه لا مطابق لا مطابق وإن كان جازما غير ثابت جازما ثابتا ويا جازما غير ثابت فتقليد أو غير جازم فظن وقد يطلق الظن على ما عدا اليقين كما يطلق العلم على اليقين علمك علم مش يقيني كيمتى كما يطلق العلم على اليقين وعلى مطلق التصديق وعلى مطلق الإدراك كما يطلق عليه إطلاق كرن السري السردياء كما يطلق العلم عليه التصور وإن كان إدراكا كذلك إدراكا كذلك فتصور إدراكا كذلك إدراكك أوهام يعني فهمك إدراكك هي أما تصديق فلان بذنينا وإن لم يكن إدراكا كذلك فتصور من نوع إدراك عليه نقول وقد يطلق الظن على معاد اليقين كما يطلق العلم على اليقين وعلى مطلق التصديق وعلى مطلق الإدراك كما يطلق عليه لسان مطلق إدراك التصور وإن كان إدراكا كذلك وإن لم يكن إدراكا وإن لم يكن إدراكا كذلك إدراك لم يكن إدراكا كذلك إدراك ويا وينين بإدراك كو دقال يقيني يا دقال جسمي دقال قطعي نبا فتصور سواء كان إدراكا لغير النسبة وكي أما إنسان أو للنسبة الناقصة دري أحمد أو التامة الخبرية زين قائم بدون الإذعان
أو الإنشائية. بدون الإذعان أو الإنشائية. تمام. بإذعان ينجي أو الإنشائية يا إنشائية أوابك. وهذا إن كان إدراكا للنسبة ومقابلها على السواء فشك. وهذا إن كان إدراكا للنسبة ومقابلها. نسبة ومقابلة نسبته. أجا إدراك فيما نسبته مقابلنا نسبته أو يشك. يعني بيا نابية آية نية. وإن كان إدراكا لها وإن كان إدراكا مع كون إدراك مقابلها راجحا إدراك نسبة رابع ودقل إدراك مقابله يجدها قوة ليه مقابلها راجحة غير جازمة قطعيننا فهو وهم. فهو جازما فهو وهم جازم أو كما هو وإن كان إدراكا لها يعني إدراكها إيش نسبتها نسبتها ما وإن كان إدراكا لها مع كون إدراك مقابلها راجحا غير جازم فهو مع كون إدراك مقابلها راجحا. وإن كان إدراكا لها إدراكا نسبة رابع شك وهم أو كلمة يقين المجال أي سبقت وإن كان إدراكا لها نسبتها مع كون إدراك مقابلها راجحا غير جازمين يعني فهو الظن راسا يعني مقابله وراجحه ومقابله وراجحه راسا فيها وهم مع كون إدراك مقابلها راجحه. تمام فهو وهم مقابلها راجحه شو الظن شيء وهم فهو وهم إيه جازما فهو تغيير إجا يعني سيدان إجا بيوكي أو تنيا يعني مع كون إدراك مقابلها راجحا غير جازم فهو وهم جازما فهو تخيير. اگر جازم او راجحية تنمى إجا تغيير ويقال إجا خيال بس أبيات شيء بنقطة بني فيجا يمكننا القول بأن العلم بحسب قوته أبيا خشة يعني وش يكون يمشي أبيا خشة يمكننا القول بأن العلم بحسب قوته حسب قوته علمية ينقسم إلى غاية. تمام علم علم اليقين هي كما علمت بوجود مكة تواترا تندي هم هركز لمكة مكة في ولا مكة هي. ثانيا عين اليقين هي وإذا دخلت مكة تشي مكة تنت ولا سنة مكة كعبة وحق اليقين هي إذا طفت بالكعبة فيها مكة تشد ولا الكعبة طواف. حق اليقين أبي حق اليقين. وإذا ذكرنا العلم وإذا ذكرنا العلم فهو عارض يعرض عليه النسيان أيضا. فقط كان بين علميات راجع ناش بكرين تلا تشيد وهي حالة تعرض للإنسان أبن السيانة حالتك عرض بجي إنسان بحيث يغفل عن الشيء كليا تمامي لجد بغاف فلا يبقى له أثر فيتذكره أسد بيرنا من كبيرة ويعود فلا يبقى له أثر بخلاف السهوي فلا يبقى له أثر كنا من يشكر إن بيراوي شكنا بخلاف السهوي الذي يعرض للإنسان فيبقى له أثر فيتذكره.
ويعود إليه فد قرب كما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين سلم عن ركعتين من الصلاة الرباعية بجا عشيش ركعتي بيا بيغمبر جدرك حتى سلام داي فقال له ذو اليدين ميركك يا رسول الله أقصدت الصلاة أم نسيته يا اللي ميجا ركعتي بيا تشبيرك أقصرت الصلاة أم نسيته أم بيجي قشتنينه يا نذانك يعني وحيا إلهية كل مش بو ركعتي ركعتي قصيرت الصلاة اللي مش هتقصر كني يا تشبير كتاب ركعتي كل أوي معنى تمام نك قصرت أو كده دي قامتي ده قصرت نامك تمام فنزل النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فقال فنظر النبي يمينا وشمالا فقال ما يقول ذو اليدين ذو اليدين شد بيجا لمش هتكين كرنيت ركعتي كريه قالوا الصحابية يقول صدق لم تصلي إلا ركعتين ولا تترك حتى تظنك فصلى ركعتين پیغمبر ركعتين تشكرن وسلم ثم كبر فصلى ركعتين تمام وسلم ثم كبر هي شما تقيلوا عبارة من تقيلوا جمرة عبارة أو تخوينيو تيم تخوينيو فصلى ركعتين تمام وسلم ركعتين كيف ركعتين تجي كيف تمام وسلم سلام دا ثم كبر والله أكبر ثم سجد في سجدة ثم كبر سجدة رابو يعني والله أكبر فرفع السجدة رابو ثم كبر جانك والله أكبر وسجد في سجدة ثم كبر جاء الله أكبر ورفع السجدة رابو وخد أنا أقول الرياضة نشان ده بقى يعني السجدة سوي بقى حنيفية يا فيها نقول حنيفية شنكي زاني شما يعني السلام هذه أولي ب درك عتاكر وسلم يعني سلام ده باجي شو سجدة ماله نوصل أوه بس أصابكم الله خير كثير ويانا